كنت قبل كده ما باحبش أتعامل مع الناس، كنت دايمًا منعزل، كنت باقعد لوحدي، وبعدين لمّا دخلت المسابقات دي وخدت كورسات وأنا مع الteam work اكتشفت إن أنا لأ عادي، فابتديت أتعامل مع المجتمع أكتر. لو طريقة التعليم اللي انت بتتعلم بيها بقى روبوتكس والحاجات دي، لو هي دي اللي انت بتدرس بيها بالمدرسة، دي كانت هتبقى حاجة حلوة جدًا. لو كل المواد بتدرس بالطريقة دي، كل المواد هتبقى سهلة جدًا مش كده بالنسبة لي. المفروض والله والله. خلينا نرحب بضيفنا النهارده مصطفى. ازيك؟ الحمد لله. مصطفى عندك كام سنة؟ عندي 15 سنة. 15 سنة كام؟ senior one. مصطفى ابتديت تدرس بقى تكنولوجي من كام سنة؟ ابتديت وأنا عندي 10 سنين. 10 سنين، حلو قوي. إمم. الرحلة بقى بتاعتك ال5 سنين دول درست فيهم، خدت كورسات آه. ودخلت مسابقات وكده؟ أنا خدت كورسات زي البايثون، السبايك والسكراتش والاي في 3، ودخلت مسابقات زي FLL وروبوفيس. الرحلة بتاعتك دي انت اتعلمت فيها حاجات كتير، ايه بقى اللي فرق في شخصيتك في الدراسة بتاعت ال5 سنين دول؟ اللي فرق في شخصيتي إن أنا كنت قبل كده ما باحبش أتعامل مع الناس، كنت دايمًا منعزل، كنت باقعد لوحدي، وبعدين لمّا دخلت المسابقات دي وخدت كورسات وأنا مع الteam work اكتشفت إن أنا لأ عادي، باعرف أتعامل مع الناس، باعرف أتكلم معاهم، باعرف أعمل صحاب، فابتديت أتعامل مع المجتمع أكتر. بتستمتع بقى في الحوار ده اكتر، ولا انت شاب بقى عندك 15 سنة عاوز يعني تنطلق في حاجات تانية اكتر من تبقى بتتعلم حاجة تانية؟ لأ، أنا دخلت مجال الprogramming لإن هو عجبني، وأنا باحبه وباحب أتعامل مع الناس اللي فيه، فأنا بالنسبة لي الجزء بتاع الprogramming أنا باحبه أكتر. فاكر اي حاجة من المشاريع اللي انت عملتها في المسابقات بتاعتك؟ السنة دي في FLL مم. إحنا عاملين مشروع إن هو الarchaeologist لمّا ييجوا يطلعوا الartifact مم. ساعات وقت وهُم بيحفروا بييجي لهم إصابات في إيديهم أو بيتعبوا، فإحنا بنشتغل إن إحنا نعمل حاجة كانت يلبسوها في إيديهم إن هُم يخففوا الضغط على إيديهم ويحميهم من الإصابات أكتر، اللي هو يشيل عنهم مجهود الحفر. حلو جدا آآ على فكرة. طب في اي حاجة من المسابقات اللي فاتت فاكرها ولا لا؟ هو أنا في FLL masterpiece مم. إحنا كنا عاملين research عن الناس اللي كانوا بيلعبوا كاراتيه، وإن هُم مم. كانوا ساعات بيبقى عندهم مشاكل إن هُم ما بيعرفوش يلعبوا، وأوقات اللعبة دي بتعمل لهم إصابات هُم ما بيقدروش يتعالجوا منها، فإحنا كنا عاملين روبوت إن هو يكشف عليهم مم. ويحدد إصاباتهم دي بالضبط عشان يقدروا يعالجوهم في أحسن وقت وأحسن طريقة. طيب انت بتلعب رياضة ولا لا؟ أنا بالعب تايكوندو. تايكوندو، حلو إمم. انت يعني. حلو قوي. مين احلى او بتستمتع فيه اكتر في الرياضة، في التايكوندو ولا وانت بتدرس تكنولوجي؟ لأ، أنا بالنسبة لي الاتنين حاجتين مهمين في حياتي، يعني الاتنين حاجة أساسية بالنسبة لي. مصطفى، هل انت شايف ان دراستك للتكنولوجي اثرت وغيرت حاجات في طريقة تفكيرك وانت بتدرس في المدرسة وبتفهم اي مادة دراسية تانية؟ إن أنا وأنا بادرس التكنولوجي أنا اتعودت إن أنا باعمل research على حاجات مم. وباتعلم حاجات جديدة، فأنا لمّا دخلت المدرسة في حاجات في المنهج اللي بناخده كان عندي خلفية عليها منها، أو لمّا ما كنتش أعرف أفهم حاجة أو أقدّر حاجة كنت باستعمل التكنولوجي مم. إن هي تفهمها لي أو توصّل لي المعلومة بطريقة أحسن. مصطفى، انت شايف لو طريقة التعليم اللي انت بتتعلم بيها بقى روبوتكس والحاجات دي، لو هي دي اللي انت بتدرس بيها بالمدرسة، دي كانت هتبقى حاجة حلوة جدًا. لو كل المواد بتدرس بالطريقة دي، لو كلّه كان بيدرس بالطريقة دي مم. كانت كل المواد هتبقى سهلة جدًا مش كده بالنسبة لي. المفروض والله والله. يعني انت لو صاحب اتخاذ قرار، لو انت وزير تربية وتعليم، تاخد القرار ده تدرس كل المواد في المدرسة بنفس الطرق اللي انت بتدرس بيها أكيد. في مسابقات روبوتكس؟ أكيد طبعًا عشان بتبقى طريقة أحسن وبتوصّل المعلومة بطريقة أحسن، وما بتخلّيش الواحد يزهق من طريقة المذاكرة العادية. مصطفى، انت بتستخدم الذكاء الاصطناعي في حياتك طبعًا. في ايه بقى؟ باستعمله إن أنا ساعات وأنا باذاكر في حاجات ما بابقاش فاهمها وما بابقاش عارفها، فباستعمله إن هو يشرحها لي أو يوصّل لي المعلومة بطريقة أحسن أو طريقة أكبر، فأنا أعرف حاجات أكتر عن المعلومة فأبقى فاهمها بطريقة أحسن. حابب تسأل الشات جي بي تي سؤال ولا هو يسألك سؤال؟ لأ، خلّيه هو يسألني سؤال. طيب. ومعايا مصطفى عنده 15 سنة، وابتدى يدرس تكنولوجي من هو عنده 10 سنين، وشارك في مسابقات وعمل بعض البروجكت في المسابقات الروبوتكس في فيرست ليجو ليج.
ودخل روبوفيست كمان، وهو معايا دلوقتي على الهوا في البودكاست. وعايزك تسألي سؤال ويجاوب عليكي في البودكاست. اتفضلي. حلو جدا يا مصطفى، بما إنك شغال في الروبوتكس وبتشارك في مسابقات، إيه أكتر مهارة أو درس اكتسبته من التجارب دي شايف إنه هيكون مفيد ليك في مشوارك لما تبقى مهندس ميكاترونكس؟ انا من دراستي البروجرامينج ودخلت المسابقات دي بالنسبه لي ان هو ال لغات البرمجه اللي انا درستها وان انا ازاي ممكن اعمل روبوت وازاي ممكن اصمم روبوت، ده هينفعني قدام ان انا هيبقى عارف ازاي ممكن اصمم حاجه واعمل لها بروجرامينج ان هي تنفذ الحاجه اللي انا عايزها بالظبط. كلامك منطقي جدا، إنك تبقى عارف تصميم وبرمجة الروبوت بيديك أساس قوي لأي حاجة هتعملها بعد كده. أتمنى لك كل التوفيق في طريقك لمجال الميكاترونكس. مصطفى، حابب تقول ايه بقى للشباب اللي لسه لغايه دلوقتي ما دخلوش وهم عندهم 15 سنه يعني مجال التكنولوجيا؟ حابب اقول لهم ان هم لسه قدامهم فرصه، مم. ان هو حتى لو هم لسه كبار او عندهم 15 سنة، لو هم عندهم الشغف ان هم عايزين يتعلموا الحاجة دي بجد، هيتعلموها بسرعة وهيوصلوا لحاجات كبيرة فيه. ميرسي جدا يا مصطفى، مم. وان شاء الله اجمد مهندس ميكاترونكس موجود في ان شاء مصر. الله. ان شاء الله. شكرا.